هل يعترف الرئيس الفرنسي بمغربية الصحراء أم يواصل التغريد خارج السرب؟ شكل الاعتراف الإسرائيلي الرسمي الأخير بمغربية الصحراء مناسبة جدد خلالها النخب السياسيون الفرنسيون الدعوة إلى الرئيس إيمانويل ماكرون لإبداء موقف واضح وصريح حول مسألة الوحدة الترابية للمملكة المغربية وخروج من منطقة الظل، بإقرار سيادة المغرب على أقاليمه الجنوبية، وبالتالي تأسيس لمرحلة جديدة في العلاقات ما بين الرباط وباريس. وفي هذا الصدد، على النهج إيريك سيوتي زعيم حزبها، أشادت ميشيل تابارو نائبة البرلمانية عن حزب الجمهوريين الفرنسيين في تغريدة لها على موقع تويتر بإقرار إسرائيلي الأخير الذي اعتبرته خطوة تتماشى مع التاريخ، داعية إلى في وقت ذاته الحكومة بلادها إلى اقتداء بتل أبيب وانخراط في معالجة هذه المسألة الاستراتيجية بالنسبة شركائنا المغاربة. من جهة، تفاعل النائب الفرنسي بير هنري ديمون مع قرار تل أبيب بالتساؤل ما الذي تنتظره باريس للاعتراف بمغربية الصحراء، معتبرا أن أكبر ديمقراطيات في العالم اتخذت قرار الاعتراف، في إشارة إلى الولايات المتحدة الأمريكية، في حين إن موقف باريس ما زال مبهما وغير مفهوم. إيرفي مارسيان رئيس المجموعة الاتحاد وساطة في مجلس الشيوخ الفرنسي شدد بدوره على ضرورة استفهام ماكرون من خطوة الإسرائيلية، داعيا هو آخر إلى إصلاح العلاقات المغربية الفرنسية التي دخلت في الآونة الأخيرة مرحلة الجمود الدبلوماسي واضحة. إصداء القرار الإسرائيلي تجاوزت باريس لتصل إلى لندن، حيث نشر النائب البرلماني عن حزب المحافظين ليام فوكس تغريدة على حسابه في موقع تويتر أشاد فيها بالاعتراف تل أبيب بمغربية الصحراء الذي اعتبره خطوة مهمة في اتجاه تحقيق السلام في الشرق الأوسط، داعيا بلاده إلى الاعتراف بسيادة المغرب على أقاليمه الجنوبية. واستطرد النداءات وتطرح النداءات الفرنسية متتالية إلى الرئيس ماكرون تساؤلات تسائل إذا كان هذا الأخير سيقدم على مراجعة سلوكه السياسي تجاه المغرب ويعترف بسيادة الرباط على الصحراء من باب المسؤولية التاريخية والسياسية لفرنسا في هذا النزاع، أم إنه سيستمر في تغريد خارج السرب الأوروبي داعم للمغرب ويتشبت بتقاربه مع الجزائر الداعمة للبوليساريو. هوى الجزائر واستغلال الاقتصادي. تعليقا على ذلك، قال عمر المرابط خبير سياسي نائب عمدة السابق بفرنسا إن رئيس إيمانويل ماكرون له هو سياسي جزائري، فهو يرى مصالح الاقتصادية قبل مصالح السياسية، ذلك أنه يعتبر الجزائر شريكا اقتصاديا، خاصة في ظل الأزمة الطاقة التي خلفتها الحرب في أوكرانيا، متناسيا العلاقات التاريخية التي تربط الرباط وباريس. وأضاف المرابط في تصريح لهيسبريس إن باريس لا تريد أن تغضب الجزائر في السياق الحالي، ذلك أنها تستغلها وتستفيد منها على مستوى الاقتصادي، لكن رغم ذلك فإن موقف الفرنسي يبقى موقفا وسطيا، فماكرون لم يتراجع عن موقف بلاده السابق، ولو أنه لم يذهب إلى حد موقف بعض الدول الأوروبية الأخرى كإسبانيا في سبيل المثال. قد يقع التغيير في السياسة الخارجية لباريس إذا رأت أن لا مصلحة لها في استمرار هذا التحالف مع الجزائر، خاصة وأن اليد الفرنسية الممدودة إلى الجزائر قد قطعت حين قرر الرئيس عبد المجيد تبون زيارة روسيا قبل فرنسا. يحلل مرابط الذي أوضح أن الموقف الفرنسي قد يتغير كذلك بدخول حزب الجمهوريين إلى الحكومة، وهذا الأمر
وارد ذلك أن ماكرون يحاول توسيع أغلبيته داخل البرلمان الفرنسي. وخلص المصرح لإسبريس إلا أن دعوات النواب الفرنسيين لها وقع سياسي وقد تدفع في اتجاه إصدار باريس مواقف سياسية واضحة، لكن قد لا يستجيب لها الرئيس إيمانويل ماكرون المعروف بعناده السياسي ورغبته في أن يفرض أجندته على الجميع. انحراف ماكرون واعتراف لا محيد عنه. حسن بلوان أستاذ العلاقات الدولية بجامعة محمد الخامس بالرباط قال إن بقدر ما يساعد الموقف الإسرائيلي في قضية الصحراء المغربية في تعزيز التعاون بين الجانبين وطي هذا النزاع المفتعل بشكل نهائي، بقدر ما يخرج مجموعة من الدول التي ما زالت تتماطل في إبداء موقف مماثلة في ضمنها فرنسا. وأضاف بلوان في تصريح لإسبريس إن علاقات الفرنسية المغربية طالما وصفت بالتاريخية والاستراتيجية، غير أن السياسة الخارجية لماكرون في هذه الفترة الأخيرة انحرفت بمسار هذه العلاقات بارتمائها في سراب إعادة توازن في العلاقات بين الرباط والجزائر، وهو ما فشل فيه ماكرون الذي فقد حليفا استراتيجيا حجم المغرب ولم ينجح في استقطاب الجزائر التي ارتمت في أحضان الشرق. موقف تل أبيب عر السياسية المكرونية تجاه المغرب وتجاه قضية المحورية بالنسبة للمغاربة ألا وهي قضية الصحراء المغربية. يؤكد بلوان الذي أوضح أنه رغم أن باريس تقف إلى جانب مصالح الاستراتيجية للرباط في مجلس الأمن الدولي، إلا أنها ملزمة كحليف استراتيجي باتخاذ موقف واضح حيال هذا النزاع. وحول تماطل فرنسا في إبداء هذا الموقف الواضح في سياق بطبعه تزايد الاعترافات الدولية بمغربية الصحراء. رد المتحدث بأن انخراط باريس في دينامية التي تعرفها قضية مجرد مسألة وقت، فماكرون يوم يواجه أزمات داخلية خانقة ستجبره على إعادة مراجعة مواقفه في عديد من الملفات، كما أن المغرب بدوره اتخذ مجموعة من الخطوات من أجل حسم النهائي لهذا النزاع، مما سيجبر فرنسا في الأخير على إبداء موقف داعم للرباط، خاصة أن الدول العميقة في فرنسا تذكر أن مصالح هذا البلد الاستراتيجية هي مع المغرب أكثر من أي بلد آخر، وأن بوابة هذه المصالح هي الاعتراف بوحدة أراضيها. أما عن السيناريوهات المحتملة لهذا الاعتراف الفرنسي المنشودة، فقال أستاذ العلاقات الدولية هناك سيناريوهان في هذا الصدد. الأول أن يتخذ ماكرون هذا القرار الاستراتيجي في آخر ولايته، وبالتالي تبييض سجله السياسي وضمان بقائه في الساحة السياسية الفرنسية. والثاني أن يتخذ قيادة الفرنسية جديدة التي ستمتحض في الانتخابات الفرنسية المقبلة، والتي ستعمل على نسخ علاقات أكثر جدية مع المغرب. وخلص المتحدث لإسبريس إلى أن مجموعة من النخب السياسية الفرنسية قامت بمجموعة من المبادرات في اتخاذ إعادة تدوير العلاقات بين البلدين، لكن السياسة الخارجية لماكرون هي التي تتحمل مسؤولية جمود هذه العلاقات، وبالتالي فإن دعوات السياسيين الفرنسيين إلى رئيس بلادهم الاعتراف بمغربية الصحراء تأتي في ظل إدراكهم لطبيعة العلاقة ومصالح المشتركة بين البلدين من جهة، وفي ظل تنامي مسلسل الاعتراف الدولي بمغربية الصحراء من جهة أخرى. ثم إن موقف الفرنسي سيكون حاسما في طي النهائي لهذا النزاع المفتعل الذي عمر طويلا.